السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الأعزاء في حلقة جديدة. شاهدوا معنا بالفيديو كيف وجدوا الولد إبراهيم عبد الغني بن خيري في وادي شعبة بالقرية الفلاحية بأولاد علي بخميس الخشنة بولاية بومرادس، في واقعة مأساوية هزت القلوب بولاية بومرادس الجزائر. وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 14 من مارس لعام 2025 بعدما تغيب الولد إبراهيم عبد الغني بن خيري على الساعة 4 مساء، والساكن بحي أولاد علي ببلدية خميس الخشنة، وكان يدرس في ابتدائية حارك حمود القرية الفلاحية أولاد علي. والدة إبراهيم انهارت عصبيا بعد رؤيتها لجثة ابنها ملقاه قرب المنزل وسط ذهول عناصر الحماية الذين فتشوا المكان طيلة الأيام الماضية، وحيث عثروا عليه بعد 9 أيام من اختفاء. وتم العثور عليه يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس لعام 2025 عقب أذان الظهر، وذلك بعدما قام أحد الجيران بالإبلاغ بعد أن لمح الجثة تطفو فوق الماء لتنتقل على الفور مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية ووكيل الجمهورية. إنا لله وإنا إليه راجعون.